السلام عليكم. أنا آسفة إني اتأخرت عليكم طبعا في الجزء التالت، بس احنا طبعا في رمضان، فطور وسحور والشغل وكده، فطبعا كلنا يعني مشغولين الحمد لله. تاني يوم لما قلتلكوا أنا كنت خارجة أنا وولادي، خرجنا فعلا. كان في مكان عامل حفلة، وأنا كنت يعني حد دعيني أنا وأولادي إن احنا نروح. وكان معايا ناس زمايلي يعني مدعوين برضو زيي. كنت كل ما اروح الشغل احس بألم في جسمي، اول ما اروح البيت احس بوجع، قاعدة مخنوقة في الشغل متضايقة، في حاجة خانقاني. وجع شديد جدا في جسمي اول ما اروح لحد تاني يوم، مبقتش عارفة السبب. حد جاي يرقيني معايا في الشغل، حس بألم كبير في صدره وفضل يعيط ودراعه، لدرجة ان هو رفض. يعني واحدة ست زميلتي رفض انها ترقيني مرة تانية، قالتلي لا مش معقول، انتي في جسمك عين فظيعة جدا وعين صعبة جدا انا مش قادرة عليها. الست اللي انا قلتلكوا ان هي كانت زارتنا، اللي هي الجان دي اللي كان معاها جوزها وولادها، قالتلي انا هعرفك مين اللي بتحسدك، او الست اللي عينيها وحشة وهي اللي عاملة فيكي كده. بالفعل رحنا الحفلة. قعدت عادي واليوم خلص وكده، ومكانش فيه اي حاجة غير ان بنتي الكبيرة اللي هي اصلا شافتها كانت خارجة برا تشتري حاجة لهنا وراجعة. فحصلها حاجة غريبة، عربية او عربيتين، واحدة مرة واحدة بعدها بيحاولوا ان هما يجوا ناحيتها، كانوا يخبطوها. بتقولي يا ماما فوجئت ان العربيات دي بتزق بعيد عني، كأن حد بيشدني او بيزق العربية بعيد عني. دي كانت حاجة غريبة اول مرة تحصل لي. الجنية دي قالت لي ان هي هتبعت زوجها معانا، وزوجها ده هو هيحمينا لحد ما نرجع البيت. بتقولي بنتي يا ماما بقيت حاسة ان هو فعلا هو اللي بيزق العربية بعيد عني او بيزقني. ونجاني من حادثتين كنت المفروض خلاص، يعني كأن حد مسلط العربية عليا، وكأنه هو اللي حاشها بعيد عني. وكنت قاعدة، فلقيت واحدة داخلة عليا بتضحك وسلمت عليا وكده، زميلة لينا يعني. استغربت وكده ان هي داخلة جات اصلا، مكانتش معدية في الحفلة دي، لقيتها جاية، فاستغربت من مجيها. قضينا اليوم، خلصت وروحت. طبعا روحنا، بنتي شافت الست موجودة في الأوضة بتاع النوم زي ما هي وجوزها وبنتها، قالت لي بنتك حصل لها كذا كذا، وكانوا الجن مع جوزك الموجودين هنا كانوا عايزين يخلوا العربية تخبطها عشان يحصل لها مشكلة يعني. بس انا جوزي كان واقف معاها وما خسبش ده يحصل. والست اللي بتحسدك وتعب جسمك وعينيها وحشة دخلت عليكي وانتي قاعدة وضحكتلك وكانت لابسة كذا، ودخلت من الباب وكانت سلمت عليكي. قلتلها هي دي؟ قالتلي اه هي دي. وفعلا بعدها كتير كل لما ادخل اشوفها قدامي اقرأ المعوذتين وسورة الاخلاص، واكبر الله اكبر الله اكبر في عينيها يعني. فعلا جسمي بدأ ما يوجعنيش، العين كانت تعباني بدأت تخف كتير عن الاول. واتأكدت فعلا ان هي الانسانة اللي كانت بتحسدني، قالت لي عينيها فيها قوة شر كبيرة وحسد وكره للناس، وعايزة تاخد مكانك وعايزة تاخد مكان غيرك، بس هي ما تعرفش ان هي بتحسد وبتأذي كده. دي قوة في عينيها، هي لو عرفت ان هي عندها القوة دي هتبقى مؤذية اكتر، فمحدش يلفت نظرها ليها. فضلت معايا، كلمتني برضو شوية. أستاذ محمود اتصل عليا وقال لي يعني أسألها على حاجات في الأمر اللي هي كانت تخصه، وفعلا هي ردت عليه وقالت له اعمل كذا وكذا عشان الموضوع ده ينتهي. بس قعدت معانا شوية، بعدين قرب الوقت، فكان ميعاد رجوع جوزي من السفر، فقالت لي أنا لازم أمشي، بس أنا مش هجيلك تاني غير لما جوزك يمشي من البيت. أنا هفضل حواليكي برضو بس مش هقرب من البيت، لأن الخدام اللي معاه ممكن يأذوني، إنهم عددهم كبير.
قالت لي ما تخافيش وانا هفضل حميكوا وهفضل اخد بالي منكوا. قالت لي جوزك جاي كمان شوية والخدام اللي معاه في جزء كبير سبقوه جايين في الطريق على البيت والباقي هيجي معاه. قلت لها لا، جوزي قال ان هو هيجي الصبح. قالت لي لا جاي. فوجئت الساعة 11 بالليل وان جوزي كان قال انه جاي الصبح، ان فعلا جوزي وصل البيت زي ما هي قالت انه كان جاي في الطريق. مشيت. جوزي جه. كان متغير، كان في حاجة مش مظبوطة، كان متضايق. معرفش هما قالوا له ان كان في حد هنا او لا، معرفش، بس ما كانش طبيعي يعني. قعدنا مع بعض. اليوم عدى عادي، بس كان بالليل بحس انه مش انسان طبيعي، بحس انه واحد تاني. بيكلمني دايما مغمض عينيه، مش بيبصلي. لما جه حضن، طب افتح عينيك، طب بصلي، طب كلمني، مفيش. مغيب عن الوعي. وعرفت ان هو العفريت اللي عليه اللي اسمه سعد ده هو اللي موجود معايا، وهو اللي بيعاشرني مش جوزي. يعني بصيت عينيه في الضلمة، كان بيصمم ان النور يبقى مطفي. بصيت عينيه في الضلمة، كانت غريبة. آه وجوده معايا كان غريب. عمري ما شفت حد يقدر يعمل علاقة اكتر من 4 أو 5 مرات ورا بعض من غير ما يتعب. طبعا ده مش بشري، اكيد ده مش انسان. كل الحاجات دي بدأت تزيد وتتكرر. وانا بدأت اخاف. بدأت حتى وانا مع جوزي اقرأ قرآن في سري، اقرأ آية الكرسي، معوذتين، الاخلاص، امن الرسول، الفاتحة. يعني اقرأ صور كتير جدا من كتر ما انا مرعوبة وخايفة. كان جوزي المفروض ان انا بقرأ في سري، يعني المفروض محدش سامعني. كنت الاقيه يقولي انت بتقري قرآن ليه؟ وانت فاكراني عفريت؟ في واحدة قاعدة مع جوزها تقرأ قرآن. طب انت سامعني ازاي؟ طب انت ايه يعرفك ان انا بقرأ قرآن؟ يعني انا قافلة بقي وبقرأ في سري، يعني مفيش اي حد سامعني غير ربنا. انت ازاي عرفت؟ انت فاكرة ان محدش سامعك؟ انت فاكرة ان محدش عارف؟ خفت. تاني يوم كلمت استاذ محمود وحكيت له، فقال لي لا، افضلي متمسكة بالقراءة وكده وما تخافيش، هو مش هيقدر يعمل لك حاجة. بدأ يتعصب، كل ما اقرأ قرآن يزعق، مش عايز النور في الأوضة، عايز الدنيا دايما ضلمة، عايز يفضل قاعد لوحده. يعني الموضوع كبر. فاتصلت بشيخ تاني وطلب مني ان انا اجيب ازازة مسك وازازة مية ورد، وان ابدأ اغتسل بيهم واحط على شعري وعلى جسمي، واخد المية دي ارشها على السراير والحيطان وقدام باب الشقة والباب وعطر السرير. اول ما عملت كده وجوزي جاي من بره، اول ما شم ريحة المسك ده في السرير بدأ يتعصب، نرفز، مش عايز ينام في الأوضة، يشوف حتة تانية يقعد فيها. عشنا كام يوم كده، فيهم مشاكل، زعيق على طول. اهله طبعا مش مصدقين، او هم مصدقين وعارفين، متأكدين ان في حاجة، بس مش عايزين يخلوني اقتنع اكتر، عايزين يحسسوني ان انا لأ، ان مفيش حاجة وان انا بيتهيألي. لحد ما خلاص انا وولادي اتخنقنا، متضايقين جدا، مش قادرين نقعد، مش مستحملين وجوده في البيت من كتر المشاكل ومن كتر الخوف اللي احنا فيه. جه عندنا يعني احد الزملاء اعرض ان هو هيعمل رحلة لمكان يعني، فالولاد اتبسطوا جدا وطلبوا ان احنا نروح. فانا قلت لهم خلاص مفيش مشكلة، يلا احنا نروح الرحلة، نقضي اليوم ونبسط، نغير جو. طبعا هو مش هيجي معانا، فهيبقى اليوم حلو. رحت انا وزمايلي كتير. حتى ما عملتش اكل ولا شرب، قلت لهم هنقضي اليوم كله فطار غدا عشاء من بره.
عشان ايه نبقى مبسوطين. خرجنا فعلا، مشيت من البيت وهو كان عارف ان احنا ماشيين، طبعا ما كانش عايزنا نروح بس ما يرضاش يعملنا عشان الولاد. رحنا الرحلة، وصلنا المكان، كلمته، نزلت شغلك؟ لا انا مش نازل الشغل النهاردة، انا هاخد اجازة. طب ليه ما قلتش ان انت هتاخد اجازة من قبل ما احنا نمشي؟ لا انا خلاص هاخد اجازة. طيب تمام براحتك، احنا هنقضي يومنا، احنا كده كده مش هنيجي غير بالليل متأخر، قال براحتكم. شوفي لي حد يجيب لي فطار. قلت له حاضر، هبعت لبابا تجيب لك فطار. بعد ما فطر كلمني، قال لي بصي انا هدخل انام لان انا تعبان وعايز اريح، وهشيل المفتاح من الباب، وانتوا بقى وقت ما تيجوا انا كده مش هصحى غير بالليل. قلت له ماشي اوكي براحتك. على العصر كده تقريبا يعني، قعدت انا وزمايلي بنضحك ونهزر نشرب شاي، بدأت الاقي رسائل على الواتس جايه لي غريبه من تليفون جوزي يعني. بس اللي حصل عمري ما صدقه، ولحد الآن مش قادرة اصدقه. وكان قاعد معايا أستاذ مجدي الشاهد، كان معانا من ضمن فريق الرحلة يعني. ناديت له، واللي حصل بعد كده عمري في حياتي لا سمعت ولا شفت ولا عرفت زيه في حياتي. المرة الجاية احكيلكوا القصة كاملة.